وايه مشكله النخل البرحي في مصر؟ احنا ليه في مشتى الخليج بنفضل نستورد برحي من بره؟ ليه ما ناخدش فسائل من مصر؟ طيب هنفتكر مع بعض بس قصه البرحي من اولها، ان هو كان صنف عراقي ونشأ بالصدفه، وكان يعاب عليه ان هو انتاجه في الفسائل مش كتير، انتاجه قليل شويه، طلب عليه عالي جدا، فتطوعت بعض الشركات اللي شغاله في الاكسار بالانسجه القديمه اللي بقى عمرها 80 و90 سنه انها تبتدي تعمل عمليه اكسار بالانسجه. كان الموضوع معقد وصعب وكان لسه في بدايته، فكان ساعتها يمكن في الله اعلم هل كان مشكله طفره ولا كان مشكله عيب في الانتخاب، ان هم اختاروا جوده ثمره بس ما خدوش بالهم من صعوبه التلقيح. فالنتيجه كانت ان هم جابوا اصناف، لكن للاسف كان بعضها سيء في التلقيح وكان فيه مشاكل كتير، وانتشرت هذه الاصناف عندنا في مصر بالرغم ان كان فيها مشاكل التلقيح دي. ومع الوقت الحمد لله دخلت شركات تاني بقى اللي هو بنقول عليها الشركه الفرنساوي، اللي هو البرحي الفرنساوي كان اسهل كتير في تلقيحه وانتاجه غزير جدا، عملوا عمليه انتخاب كويسه وعملوا عمليه اكسار برده كويسه، والحمد لله الموضوع مشي معانا بعد كده. بس النتيجه كانت ايه؟ ان مصر للاسف فيها نسبه مش قليله من الفسائل اللي هي بنقول عليها الانجليزي القديم، اللي كان فيه مشاكل في تلقيحه، بلحته حلوه ومحجمه بس سخيف جدا جدا في تلقيحه. المشكله دي بقى مش موجوده في السعوديه اصلا، ما شاء الله ما دخلهمش من الدفعات السيئه دي، بالاضافه ان هم اصلا ثقافتهم يعني تمول لها قدر عظيم عندهم في الثقافه، فهم حتى لو لا قدر الله جت نخله سيئه فيها طفره ولا فيها اي مشكله ببساطه شيلها وحط مكانها نخله ثانيه. حين احنا ثقافتنا عكس كده، احنا ثقافتنا لا يا عم حرام دي روح ومش عارف ايه، رزقها ومش رزقها. تعالوا نتكلم اقتصاديا، ما فيش حاجه اسمها كده، لا انت لو لا قدر الله النخله دي سيئه لا شيلها وحط واحده ثانيه. احنا مهمتنا في الحياه اعمار الارض، ان انا اعمرها بافضل شيء ممكن، فلازم ان انا اشيل الحاجه السيئه احط حاجه افضل منها. ده نوع من انواع اعمار الارض، انا مش بظلم النخله ولا هاخد يعني سيئه على هذا العمل. نرجع بقى لنقطه نلقح بايه؟ جرفس ولا عبد الجبار ولا برحي ولا بلدي ولا ايه؟ طيب تعالوا بس نتفق اولا كده، مفيش حاجه اسمها ذكر برحي. الذكر حتى لو جاي عن بذره من نخله برحي لا ده ما اسموش ذكر برحي، اسمه ذكر وبس على كده. ذكر ايه بقى؟ لا ليس له مسمى. وخلي بالكم موضوع المسميات سوري، يعني كان شيخ عبد الجبار عنده نخله كويسه فاتسمت نخله عبد الجبار، شيخ غنامي كان عنده مش عارف نخله كويسه فاتسمت نسبه اليه نخله غنامي، عالم مش عارف كان اسمه ايه جرفس فاتسمت نسبه اليه، فمفيش حاجه اسمها نخله برحي ذكر. لو انت عندك نخله اتنين فلا يبقى جيب من بره دكار، وبس وصي النخال قول له حياه ابوك يا شيخ جيب لنا نخله تكون كويسه، دكار قوي يكون انت عارفه وضامنه، يكون مستوي، يكون بودرته كتير بحيث ان هو يلقح معاك باذن الله. طب لكن لو انا بقى مزرعه كبيره ومتخصصه لا يبقى في الحاله دي انا لازم بقى هستعمل الدكار اللي هو المعتمد، اللي هو انا واثق في جودته، انا مش عايز اجيب حاجه سوري. حبوب اللقاح دي عامله زي سوري كده الحيوانات المنويه عندنا كرجال، ممكن تلاقي راجل طول بعرض بهيبه بس حيواناته المنويه ضعيفه او ميته ما بيتلقحش. نفس القصه، انا عايز حبوب لقاح تكون كويسه وتكون قويه وكويسه باذن الله في تلقيحها. نجيبها بقى ايه؟ جرفس، غنامي، عبد الجبار، ايا كان الصنف اللي هنزرعه. طبعا في بعض الشركات تقول لك طب انا هنوع ليه؟ لان مثلا حاجه زي الجرفس معروف ان هو مبكر جدا، الغنامي قوي وقديم، عبد الجبار برده قوي ومحترم وسمعته طيبه، فيجي مثلا يقول لك ايه انا هحط 10 20% من الدكور اللي عندي مثلا جرفس على تبقى مبكره، ياخد الموسم من اوله عنده دكار جاهز، وبعد كده الغنامي مثلا وعبد الجبار يبقى برده على طول عنده دكار طازه يقدر يشتغل بيه طول الموسم. اتمنى يا رب اكون افدتكم ووضحت لكم الموضوع بشكل كويس ومناسب، ولو في عندكم بقى اي استفسارات كلمونا او ابعتوا لنا على الصفحه او على الواتساب، وتابعونا الفتره الجايه علشان الفيديوهات هتلاقوا فيها معلومات كتيره ان شاء الله باذن الله حلوه وتهمكم، وابعتوا لنا اي استفسارات ان شاء الله نعمل لكم فيديوهات نوضحها لكم. يلا مش عايز اطول عليكم بقى اكتر من كده، اي خدمات. السلام عليكم.